بمناسبة المجروحين، أكتر ناس مجروحين في مصر السواقين. السواق ده بيخرج من بيتهم مجروح. والله العظيم أنت تبقى خارج من البيت أصلا باور وعايش حياتك ومبسوط جدا، تركب العربية تلاقي شغل تروح عامل كده وباصص للشباك فجأة وتسرح وتعيط وتفتكر أبوك لما كان بيطفي سجاير في رقبتك وأمك لما كانت إيه ده، مع إنك كنت مبسوط والله. والعكس صحيح، لو أنت حزين وبتاع وتركبت أديك في السقف فجأة تلاقي نفسك وأنت عامل. احنا ما تفهم السواقين دول. هو انا بعتبرهم مرض. اكتر ناس بكرههم وعندي مشكله معاهم. انا ركبت مره مع سواق ميني باص، ما بتكلمش في حاجه، فجاه لقيته راح عامل ازاي؟ انت عارف يا صاحبي، والله العظيم بحسبه ما بيكلمنيش من كتر ما كانش فيه اي مقدمات. قلت له نعم. قال لي انت عارف يا صاحبي، اسوأ حاجه في الدنيا حاجتين. قلت له ايه؟ قال لي الامانه والجدعنه. صاحبي يا جدع، صاحبي يا جدع، يا عم ماله ما تقول. جه قال لي انا عايز قرشين سلف. انا معيش يا عم، انت عايزني اديلك ما تخلص. اعمل ايه؟ هو الكلام كله عندي. اعمل ايه؟ قلت له يا عم ما اعرفش اكيد. قلت له لا. قال لي لا، استلفت اديته. قلت له والله يعني عداك العيب، يعني انت راجل تشكر. قال لي لا يا عم. هو فين دلوقتي؟ ارن عليه كنسل في وشي. عارفين اللي كان حرق دمي في الوقت ده ايه؟ اكتر من الحكايه المؤثره الدراميه دي، ان هو كان سايق. فمع كل معيش في حاجات بتحصل انا خايف. والسواق التاني بقى العظيم جدا، انا مره خاطرت وغامرت بحياتي وركبت تاكسي. ولما ركبت التاكسي فقعد جنب السواق، فبيقول لي، فجاه لقيته بيبقى عمال يبص لي كده. انا قلت عارفني، انا مشهور. مش عامل لي كده. بعدين ابتديت اقلق بقى، يعني دماغي راحت في سكه ثانيه خالص. كنت دماغته راحت قبلي والله العظيم. اول مره اشوف جمهور كده. الغريبه بقى ان هو بيبص لي كده، فانا متوقع ان الجمله الجايه حاجه من حاجتين، يا اما هيقول لي هو مش انت وليد ابو المجد؟ يا اما هيقول لي انت نازل فين؟ يعني انت يعني وريفر بقى هيقول لي يعني. المهم لقيته بيقول لي ايه؟ انت وانت راكبه مع نفس السواق؟ لقيته بيبص لي كده يقول لي ما بتشبهش عليا. انا؟ يا ما بتشبهش عليا. قلت له والله يعني انا اسف، ما اعرفش والله حضرتك، يعني انا اول مره اركب تاكسي تقريبا، فما اعرفش حضرتك يعني. قال لي ازاي مش عارفني؟ قلت له يا عم حضرتك طلعت في حاجه في التلفزيون او حاجه مثلت يعني؟ قال لي لا بس كان نفسي امثل زمان. انت عايزني اعرفك لمجرد امنيه انت كانت عندك؟ ولا لما تمثل هتعمل ايه فينا؟ دايما بقعد استغرب والله العظيم على حياه السواقين. هم دايما انا بكرههم دايما، فعمال ادور هم يا ترى معاملتهم مع بعض عامله ازاي؟ عارفين الميني باص بتاع دق امبابه؟ انتوا ساكنين في الزمالك انتوا مثلا ولا ايه؟ عارفين بتاع دق امبابه؟ الميني باص ده انا كنت راكبه، فالواد التباع عمال ينادي دق امبابه، فطالع كوبري اكتوبر، فكان في عمود كده فخبط في ايده، فالواد اتعور فاترمى وسط الميني باص وفي دم وبتاع. انا قلت اخيرا هشوف حنيه السواقين على بعض. قام لقيت السواق بيقول له، الواد عمال اول ما اتعور دراعي يا اسطى، دراعي يا اسطى. لو انت شوف رياكشن السواق بقى، لقيت السواق بيقول معلش حمل يا حبيبي، حمل يا ابن الكلب يا معفن. انا تخيلت والله الواد بيحمل وهو بيدمر. دق امبابه زق على ابو امك، اركب خش جوه يا بنت الكئيبه، خش جوه.